السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنيجي على نقطة مهمة جدا خاصة في الحقل لنوع نمبر. طبعا كلنا عارفين ان الرقم ما بيقبلش الكسر زي ما انتم شايفين كده. الحاجات اللي هتقبل الكسر معانا لازم نعدل نوع حقل النمبر الخصوص اللي هي الفايل سايز. هنخليه هنا الايه الدبل السنجل برضك بيعمل كسر برضو. تعالوا نشوف الكسر بتاع السنجل اهي 5.6 تمام. وايضا اللي بيعمل نفس الكلام الارقام الكسور سنجل والايه الدبل. الفرق ما بين الاتنين دولت ان ده بيبقى محدود قيم بسيطة، لكن دي قيم ضخمة. هنا بياخد 4 بايت للسجل، ده تقريبا 8 للسجل 8 بايت تمام. فهو هنا على شكل حدود محدود، هنا على شكل مفتوح الى اقصى يعني ما يمكن. يعني داتا كبيره ضخمه بتضاف. يعني ايه داتا كبيره؟ يعني مثلا رقم كبير كده اهو وعليه كسور زي ما انتم شايفين كده. انما لكن التاني ممكن مثلا 3 ارقام فقط والكسر ميزيدش عن كسر واحد بس او كسر 2 تمام. ده بالنسبه للفرق ما بين اللي هو السنجل والدبل. لكن ده بيعمل نفس المهمة اللي هي الكسور، بيجيب رقم وعليه كسر، رقم وعليه كسر، سنجل واللي هي دبل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.